اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله من آخر فيديو عملته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة ان شاء الله بقى كده ايه تاني يوم في أيام البيض بتوع شهر شعبان. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده رمضان يجي علينا كده يا رب بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، وربنا يرزقنا من حيث لا نحتسب جميعا، ويجعل الأيام القادمة كلها خير علينا جميعا إن شاء الله. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي، لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي يا متنسوش في الاشتراك، صلي على محمد، وتفعلوا زر الجرس عشان إن شاء الله بإذن الله يوصلكم مني كل جديد. وبشكر كل حد، كل اخ وكل اخت دخلوا اشتركوا لي في القناه ونوروني وجبروا بخاطري. ربنا يا رب يجبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. النهارده بقى يا بنتي يا مجانا ان شاء الله هنعمل ايه كده؟ ان شاء الله هنعمل فطار النهارده، صينيه كده فراخ. بصوا بقى بالبصل كده والشطه كده تستاهل بقكم. طريقه جديده وطريقه جميله، جربوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش يا حبايب قلبي بدعوه حلوه كده من قلبكم. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى كده ايه، انا جبت فرختين صغيرين، الفرخه كيلو ونص كده. انا ايه جبت اتنين كده لان يعني يعتبر مش هعمل فيها حاجه خالص الا ان انا هحط فيها البصل والطماطم والشطه اللي انتوا شايفينها دي. ماشي، انا كده قطعت طماطم وقطعت بصل وقطعت قرنين شطه كده حراقين حسب الرغبه طبعا. وايه، وهقلب ده كله كده مع بعضه مع التوابل اللي عندك اللي انت عايزه تحطيها حطيها. اهم حاجه لو التوابل غامقه ما تكتريش. تمام. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. انا كده بقى بقطع الشطه اهوت، وقطعت مثلا يجي 5 6 حبات طماطم كده مع البصل بقى اللي انت عايزاه. بقى احنا بصراحه ممكن ناكل البصل وما ناكلش الفراخ. اللي بينزل من الفراخ بصراحه مع البصل كده بيخلي طعمها جميل. ماشي. وكده بقى التوابل بتاعتي حطيت كمون، شوية فلفل اسمر، شوية ملح، وشوية ايه توابل كده صغيرين، لان التوابل اللي عندي دي بتغمق فانا مكترتش منها. هقلب بقى كل المكونات كده زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، خليكم معايا خطوة خطوة وجربوها والله هتعجبكم اوي، وحاجة تغيير وحاجة خفيفة وما بتتعبش يعني. احنا كل مرة بنعملها ببطاطس، بس المرة دي بقى ايه هنغير كده بقى. انا خدت الشوية اللي في الطبق السلستين دول لي بقى كده عشان خاطر ايه، هجيب كل قطعة من الفراخ كده وهفتح الجلد بتاعها كده واحط بقى احشي كده جوه الجلد كده. تمام. وايه، وهرص بقى في الصينية كل حتة انا هعملها كده. ولو الحتة مثلا كبيرة او مليانة اعملها زي ما انا هعملها كده عشان ايه تستوي كده وتبقى حلو. ماشي، انا هنا كده بقى زي ما انتوا شايفين كده كل قطعة هعملها كده. والله العظيم طعمها جميل، كأنك بتاكلي فعلا فراخ على الفحم ومن غير فحم ومن غير اي حاجة. تمام. هنا برضك الورك ده برضك اهو واحدة واحدة مع بعض. بصوا عيال عملوا لي على ايديا، كتبوا لي حرف ابوه.
والله تعبان يا ولاد، ادعوله ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. بص كده بقى زي ما انت شايفة بقى كده، يعني الخلطة اللي انت عاملاها دي طبعا بتبقى حاطة عليها ملح وكمون وكل حاجة، فانت بتدخلي كل المكونات في الفراخ كده يعني تحت الجلد كده، ولو الكتف كبير زي ما انت شايفة كده تقسميه كده قسمة من النص. تمام كده زي ما انت شايفين كده بقى، وترصها رصة حلوة كده. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، واذكروا الله على بذكر الله تطمئن القلوب. بص بقى، هو المقدمة اللي انا عاملاها في اول الفيديو دي، انا كل مرة بعمل مقدمة زي دي الاقي اليوتيوب قال لي ايه، حقوق النشر، اقوم راجعة مسحة الفيديو تاني ومسحة التسجيل تاني ومسجلة. فانا ايه يعني قلت اجرب كده ايه، احط حتة صغيرة كده، فاما اشوف بقى كده ايه اليوتيوب هيقول لي ايه. كده بقى ايه، ناقص العزاويل بقى كده اللي كلنا بنحبها طبعا، رجول على الجناحة على الكبدة والقناصة وايه، وهقلبهم بردك كده في البصل وهحطهم كده في النص بقى، والشوية اللي باقيين بقى كده من الخلطة دي هرشها كده على ايه، على وش الصينية. جربوها كده وقولولي رأيكم في التعليقات، هتعجبكم والله عظيم، وأكلة خفيفة ومننا صايمين بقى وكده. ايه رأيكم بقى في شكلها؟ ماشي. هقيد بقى عليها النار بقى على لا، انا طبعا العين اللي في النص دي منها مش شغالة عندي، فانا ايه هحطها هنا وهقعد كل شوية ايه الف الصينية. هنا بقى نغسل شوية الطبقين اللي هما ايه مطرح ما كنا بنعمل كده، واحدة واحدة كده ايه، عشان ما نخليش حاجة طبعا ايه وسخة على قدامنا، يبقى كل حاجة رايقة حوالينا كده. صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. وايه رأيكم يا ولاد في المعصم اللي انا لابساه ده؟ بصراحة قلت اجيبه ايه لما كنت باجي اغسل مواعين او كده، مش بحب يعني معلش ان انا ايدي تبان قدام الكاميرا وكده، فانا ايه يعني جه في بالي كده فقلت اجيبه. بصراحة حلو وايه يعني، برضك يعني كمان الواحد بيقف قدام الكاميرا فكل حاجة فينا بتبقى عورة طبعا، فاحنا نحاول نحافظ على قد ما نقدر ان احنا ايه يعني مبينش حاجة يعني من ولا ايدينا ولا كده. وربنا يا رب يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اذكروا الله يا حبايب قلبي كده، طول ما انتوا بتعملوا حاجة انكم اذكروا الله وصلوا على الرسول، هتلاقوا والله العظيم كل حاجة بتعملوها ما شاء الله بتطلع يعني كويسة، وربنا بيحسن ما بين ايدينا. وربنا يا رب يسترنا جميعا يا ولاد يا رب، ويتقبل منا صيامنا وصلاتنا وكل حاجة يا رب، وربنا يرزقنا من واسع فضله ان شاء الله جميعا. قولوا امين يا حبايب قلبي كده. هنا بقى يعني ايه يعني هما بصراحة ما كانوش شوية كتار يعني، فانا ايه برضك ايه اغسلهم اول باول كده. النتيجة عندكم بتاعت سنة تالتة بانت بقى ان شاء الله ولا ايه؟ ربنا يا رب يطمنكم على ولادكم يا رب، وينجحهم ويحقق لهم احلامهم جميعا يا رب، هما ولادنا. وان شاء الله ولادنا بقى اللي في تالتة ثانوي بقى ربنا برضك معاهم ويوفقهم ويحقق لهم احلامهم يا رب. نشطف بقى الطبق اللي قدامكم دوت. بص كل ما اروح والله الاقي حاجة على الرخامة اجيبها واجي، بس هما برضك ما كانوش يعني بالنسبة لي ما كانوش كتير يعني دول حاجة بسيطة خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى طبعا انا انا حاطه اللهم صل على سيدنا محمد، حاطه الصينيه تسخن كده من غير اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه، تسخن كده، وهقول لكم برضك هعمل ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا ايه ان شاء الله الصينيه في الاخر عامله ازاي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قوليلي بقى في كده في التعليقات ان شاء الله باذن الله عايزين نعمل روتين ايه المره الجايه.
يعني عايزين تشوفوا مثلا انا بعمل ايه اعمله معاكم، وبيعجبكم يعني الروتين بتاع الطبخ بتاعي ولا بتاع الترويق ولا ايه؟ برضه اكتبوا له رايكم برضك، ايه اللي يعجبكم يعني في الروتينات بتاعتي. كده بقى احنا شطبنا خلاص المطبخ اهو، قصدي الحوض معلش. هنا بقى ايه كل شويه بقى بقعد ايه الف الصينيه، هي كده خلاص سخنت جامد اهو. وانا برضك على العين الصغيره التانية ديت، العين التانية دي بقى حاطه عليها البراد ماشي، بغلي يعني شويه ميه عشان اقول لكم برضك هعمل بيهم ايه. ماشي انا كده حطيت مكعبين 2، وحطيت حوالي كوبايتين ميه كده ايه هرش هسقي بيهم بقى ايه الفراخ تمام، عشان خاطر ما تنشفش منك ويبقى فيها كده ايه يعني صوص حلو كده. انا بقى بقعد اضير الصينيه طبعا عشان خاطر ايه العين دي مش بتسوي الجوانب كلها، فانا بقعد كل شويه الفها، لان العين اللي في النص دي عندي يعني ايه مش اللي هي يعني مش هتسوي كويس. هنا بقى اعمل شويه رز بشعريه كده، وكده بقى بحط الشعريه ايه تمام. طبعا اخليها تحمر كده برضك لون دهبي كده، وانزل عليها بالرز. يعني ان شاء الله هو الروتين ده يعني موش تعب جامد، يعني هو شوية الرز والصينية دي وخلاص. وهنعمل بقى جنبها كده شوية سلطة كده ايه من بتوع رمضان كده. طبعا الصيام ما بينفعش الا بالسلطة صل بصراحة. على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بعمل شوية سلطة كده بقى حلوين. السلطة بتبقى جميلة أوي جنب الصيام بتاع رمضان، بيبقى عسل. وطبعا الأيام دولت طبعا بتفكرنا بصيام رمضان. ربنا يا رب يتقبل مننا كلنا صالح الأعمال إن شاء الله. بص هي كده الشعرية تمام اهي، وانا كده غاسلة الرز هفضيه بقى في قلب الحلة كده زي ما انتم شايفين. هقلب بقى طبعا كله كده واشوح الرز خالص كده وانشفه من المية، عشان ايه وانتي بتزيديه كده يبقى مفلفل معاكي وحلو. استنينا نقلب فيه كده لغاية لما يتشوح كده كويس وينشف من المية. وبعد كده ايه نقوم زايدينه، عندك شوربة بقى عندك مية اللي انت عايزاه. امسح بس كده الرز اللي وقع كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هنبص بصة بقى كده على الصينية، وهقلب بقى ايه يعني انا كده لما احس ان هي قربت تستوي، فانا ايه على فكرة انا كنت خدت حتة كده، بس انا مانيش فاطرة انا صايمة والله العظيم، فانا خدت كده حتة كده اشوفها بايدي. طول ما الواحد صايم والله بصوا ببقى يعني مبعرفش ادوق حاجة اصلا، يعني بعملها كده ببركة ربنا والله. هنا بقى نكمل شوية السلطة بقى. الطماطم يا ولاد في السوق بصوا يعني ربنا يا رب يرحمنا والله، الكيلو كيلو ب10 جنيه، ومش اللي هي كمان. بصوا بقى شوية السلطة بقى بتوع الصيام دول ايه جامدين، والا بقى قرن الشطة كده عليها بتخلي طعمها جميل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا بقى ايه هقلب بقى الفراخ دي كلها كده على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. وهجيب بقى طبعا ايه الكتاف والصدر هجيبهم في النص، لان اللي وراك استوت. بصوا اللي وراك طبعا بتستوي قبل الكتاف، فانا هجيبها ايه هجيبها في النص بقى، يعني هجيبها كلها في النص تبقى ايه تحت فوق العين بالظبط. باخد بقى من الصوص اللي نازل ده كله كده واحط على الفراخ، عشان الفراخ تشرب كده من الصوص وتبقى جميلة زي ما انتم شايفين كده يا ولاد. كانت طعمها والله العظيم بصوا جميل،
طبعا اصلا يعني الاكل بتاع الصيام دوت بيبقى ملوش حل والله العظيم. ربنا يا رب يديم علينا يا ولاد الستر يا رب، ويرزقنا من حيث لا نحتسب، وما يحوجناش لحد ابدا كلنا يا رب. يا رب ما يحوجناش لحد ابدا، ويسترنا دايما كده يا رب على طول، ويرزقنا من حيث لا نحتسب. بس بقى هي سخنة، انا اصلا مش عارفة ايه ان انا كده بقى برجعها على الوش بتاعها اللي هو العادي اللي هو الجلد، عشان هدخلها بقى ايه تحت الشواية. هنا بقى حاطة هنا بقى شوية مية بردك عشان ازيد بقى الرز، لان انا ما عنديش شوربة. هنا بقى يا ولاد بقى العيون بتاعتي كلها بايظة من الشواية ومن الفرن. يعني انا لما الجلدة بتاعت الزراير وما بشغل الفرن الجلدة بتاع الزراير باظت، فكل لما اجي بقى النار تبقى شغالة بتاع الفرن، اجي اعلي او اوطي من الزراير الاقيها مكلبشة جامد فبتقوم مكسورة. دي بقى من السخونية بتاع الفرن او الشواية. فانا ان شاء الله باذن الله هجيب بردك حد يشوفولي كده قبل رمضان، عشان انتوا عارفين ايه يعني ايه صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. الشغل بيبقى كتير في رمضان، وطبعا مش تستغنيش عن البوتاجاز. فايه يعني ان شاء الله باذن الله اجيب حد يشوفولي كده ان شاء الله. ربنا يا رب يرزقنا جميعا. هنا بقى ايه طبعا المية غليت اهي بتاع الرز، تمام. هزيدها بقى. طبعا انا هنا برضك حطيت مكعبين مع ايه مع شوية مية كده بيغلوا، وهزيد بيهم بقى الرز عشان انا بصراحة ما عنديش شوربة. فهي يعني اي حاجة، عندك شوربة ماشي، ما عندكيش برضك ممكن بمكعبين كده زي ما انا ما عملت، وهتزيد الرز ويطلع زي العسل معاكي. اذكروا الله بس كده يا حبايب قلبي، وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هغطيه بقى كده، احط بس فيه شوية مية كمان كده واغطيه، واسيبه بقى ايه يستوي كده مع نفسه. وهتاكلي والله العظيم احلى صينية فراخ مع شوية الرز وشوية السلطة والله. بس خلي بالك احنا يعني برضك مش بنفطر والله العظيم مش بنفطر ساعة المغرب بالظبط، احنا بس بنجرح صيامنا عبال ما جوزي ما يجي من الشغل، وبنقعد بقى كلنا نتلم كده وناكل. مع انه والله برضك بيزعلنا، بس احنا يعني اتخدنا على اننا نتلم كده. ربنا يا رب بصوا ما حدش ينقص من حد ابدا يا رب. لا حول ولا قوة الا بالله. كده بقى هغطيه بقى كده ايه يستوي براحته كده، تمام. وايه يكون الصينية بقى كده خرجتها من الفرن. ايه رأيكم بقى يا ولاد؟ والله بص بس والله العظيم كأنها فراخ مشوية، ولا فحم ولا اي حاجة خالص، وطعمها خطير، جميلة والله العظيم. انا عندي عيال هنا بيحبوها وممكن ياكلوا البصل قبل الفراخ كمان. يلا بقى نغرف كده مع بعض الاكل كده. سموا الله كده يا حبايب قلبي، بألف هنا وشفا على اللي هياكله. ايه رأيكم بقى في شوية الرز بردك؟ عندي عيالي كلها بيحبوا رز بشعرية، وانا بردك بس جوزي بيحبه محمر. انا كان عندي الحمد لله طبق بردك كنت عامله اول امبارح، وكان عندي طبق محمر فسخنته. ده يا حبايب قلبي يكون الفيديو بتاعي النهارده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.